الشاب اللي صورته ظاهرة قدام حضراتكم دلوقتي ده اسمه أحمد صلاح، عنده 28 سنة. الشاب ده قتل جدته وكبلها من إيديها ومن رجليها ورماها في البدروم وقفل عليها. طيب إيه اللي حصل بقى وإيه تفاصيل الموضوع؟ الواقعة بدأت بقى لما السيدة اللي اسمها ليلى عبده عطية عندها 68 سنة وأسرتها لما راحوا علشان يطمنوا عليها لقوها مش موجودة في المنزل، فدخلوا البدروم بالصدفة لقوها موجودة جوه مكبلة من الأيدي والأرجل بجانب الإصابات اللي موجودة فيها. تواصلوا بعدها برجال الشرطة على طول وجم وخدوا جثمان الضحية. رجال الشرطة لما ابتدت تعمل تحرياتها شكوا في ابنها ومراته لأن كان في خلاف دائم ما بينهم وما بينها. المهم رجال الشرطة لما شافت كاميرات المراقبة اللي موجودة في محيط المكان تبين بقى ان طلع ورا الموضوع ده الشاب اللي اسمه أحمد صلاح. ألقوا القبض عليه واعترف بكل شيء، اعترف تفصيلي. طيب ايه اللي حصل بقى؟ اعترف وقال ان انا يوم الواقعة طلعت البيت بتاع جدتي علشان اسرق اي حاجة موجودة هناك، فانا لما رحت هناك هي ما كانتش موجودة، ابتديت ان انا ادور على اي حاجة اسرقها لحد ما هي دخلت البيت.